ده مصري موجود في الصومال بيوجه رسالة استغاثة إلى المفروض. الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، إلى فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. أنا محمد سعيد حريزة، طبيب أعمل ضمن بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في الصومال كعضو من فريق الإخلاء الطبي الجوي. أخاطبكم اليوم لست بصفتي رجلا حرا، بل في زنزانة مظلمة، حيث أحتجز أسيرا لدى حركة الشباب منذ أكثر من عام ونصف. لقد تحطمت مروحيتنا أثناء مهمة إخلاء طبي بسبب عطل فني، ووقعنا جميعا في الأسر، وأصبحنا نواجه مصيرا مجهولا في أيدي خاطفين بعيدين عن أوطاننا. سقطنا في منطقة نائية، ورغم محاولاتنا المتكررة للتواصل مع الأمم المتحدة لطلب المساعدة لم يأتي أحد لإنقاذنا، لا فرق إنقاذ ولا مفاوضون ولا من يطالب بحريتنا. لقد شعرنا بأننا تركنا لمصيرنا، بأننا منسيين، وكأن حياتنا لا تعني شيئا. لقد خذلتنا الأمم المتحدة التي خدمنا تحت رايتها، تركتنا وحدنا في لحظة كنا فيها في أمس الحاجة إليها. إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، لقد جئنا إلى هنا بأمر من الأمم المتحدة، واليوم نحن من يحتاج إلى إنقاذ عاجل. فمن واجب الأمم المتحدة أن تعمل على إطلاق سراح موظفيها الذين وقعوا في الأسر أثناء تأدية مهامهم الإنسانية. أرجوك أن تتدخل بشكل عاجل، وأن تجعل قضيتنا أولوية قصوى لنعود إلى أسرنا وأوطاننا سالمين. وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن بأمس الحاجة إلى تدخلكم الكريم وتأثيركم ده الدولي واحد من فريق طبي بتأمين كان إطلاق بيبحث عن سراحنا في. مهمة إنسانية في الصومال. المروحية بتاعتهم اتحطمت وتم أسر اللي كان في الطيارة جميعا، طاقم كله برعاية واسم وتحت اسم الأمم المتحدة. الراجل ده بيوجه نداء لرئيس دولته ورئيس الأمم المتحدة اللي المفروض هو مسؤول عنهم، والمفروض إن الراجل ده والطقم اللي معاه كله كانوا شغالين تحت ايده، فوصلوا صوتهم لكل مكان.